شفتوا الفيديو ده؟ هتعمل ايه يا جماعه؟ اياد بتاع تحدي ال100 شجره. اياد منزل انه مش عارف يلم الانجليش. انا قلت بعد الفيديوهات اللي منزلها دي عينيكم مش هتسيبوا في حاله. عموما لسه في فرصه ان انتوا تلموا اي ماده واقعه منكم، مش بس الانجليش، خاصه الطلبه اللي هي مظبطه باقي المواد بس مثلا في ماده واقعه منها، فانت لسه معاك حوالي 20 يوم مثلا على ما تبدا مراجعات بقى، تركز في مراجعات العربي والمواد غير المضافه والكلام ده، فتقدر ان انت تلم فيهم الماده دي. تعالى اقول لك بقى دلوقتي على خطه تلم بيها الانجليش لو انت فعلا مش مظبط الانجليش زي اياد كده. لو انا مكانكم هوجه نظري للقنوات المجانيه زي ما قلت لكم قبل كده على الابلكيشن ده. اشمعنى القنوات المجانيه؟ لان دي تقدر تفتحها في اي وقت من غير ما تبقى محكوم بان انت مثلا في عدد ساعات معين والمحاضره هتقفل عليك، او مثلا في مدرسين بعد ما بيخلصوا المراجعه ما بيسيبوش الاشتراك متاح تاني. جرامر عندك 2 اختيار، رايح مس مي مجدي ومستر محمد النجار. مستر محمد النجار صراحه متمكن جدا 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 في الجرامر. ما جربتوش بصراحه الكلمات، لان الكلمات انا بشوف ان ممكن الواحد يذاكرها لوحده طالما هيذاكر من الكتاب الخارجي خلاص يذاكرها لوحده، وحتى المفارقات بين الكلمات يعني المختلفه ودي بتستخدم امتى ودي بتستخدم امتى الكلام ده بيتحفظ. اللي محتاج فعلا مجهود او شرح مدرس ممكن ما تفهموش لوحدك هو الجرامر. مس مي مجدي برضو ناس كتيره جدا بتشكر فيها، وانا شفت لها كام فيديو كان كويس، بس بصراحه انا ما كملتش معاها فمش عارفه بصراحه يعني التوتال العام او كل الجوانب بتاعت الانجليش كويسه ولا لا. الفيديوهات اللي شفتها كانت فيديوهات كلمات في اول السنه كانت بتفصل كل حاجه. فيديوهات الجرامر بتاعت مستر محمد نجار يعني هو لامم مثلا الجرامر بتاع اول 6 يونت في 9 ساعات، فلو بالمعدل ده انت بالنسبه لك فيديوهين 18 ساعه هتبقى لميت كل الجرامر بتاع المنهج. لا يعني هو الامتحان جرامر بس؟ اكيد لا. عندك جزء مهم جدا هو جزء القطع، وده 16 درجه في الامتحان. اسمع قناه From Zero to Hero in English، على ما هيخلص الفيديوهات دي اساسا هيبقى حل 100 قطعه من كتاب سينيور. عايز تسمع بس فيديوهات الحل ماشي، عايز ان انت توقف وتحل لوحدك وبعديها تشوف حل المدرس ده برضه ماشي. الغرض من سماع الحاجات دي ايه؟ ان انت تبقى واخد بالك جدا من كل كلمه بتتقال والترجمه والحاجات اللي غريبه عليك تكتبها في كشكول وتراجعها بعد ما تخلص، تعرف ازاي المستر بيتعامل مع السؤال وبيحل. لكم قبل كده القطعه عليها طريقه حل معينه وده بتتعلمه من المدرس وانت بتسمعه. سكيلز مستر شريف المصري كان منزل فيديوهات السكيلز برضه مجانا. الكلمات زي ما قلت لكم مش محتاج مدرس فيها، حاول تنجز فيها مع نفسك ان كل يوم تاخد كلمات يونت مثلا، اليوم اللي بعده تراجع على الكلمات القديمه قبل ما تذاكر الكلمات الجديده. حفظ الكلمات مش بان انت تقعد عدد ساعات كبير جدا بتحفظ في نفس الكلمات او في نفس اليونت، الاحسن ان انت تعيد وتزيد في نفس الكلمات، يعني تخلص اليوم ده خلاص خلصت وقفت الكتاب، تاني يوم ارجع راجع عليهم تاني. ان انت تترجم يعني من نفسك، يعني تغطي العربي مره وتقول الكلمه الانجليش، وتعمل العكس تغطي الانجليش ترجع تقول الكلمه العربي، ده هيفرق معاك جدا في ان انت تفتكر الكلمه في الامتحان. اخر حاجه خالص بقى جزء القصه على فكره لو انت سمعتها مره مثلا من حد يعني بيقولها كستوري تيلينج مثلا ان هو بيحكيها لك كلها وممكن بيترجمها ويقول اهم الاسئله، ان انت تسمعها كتوتال وتقرا مثلا الاسئله اللي موجوده في كتاب اي كتاب مراجعه نهائيه، تقراهم كده مثلا مره واحده وخلاص على كده القصه هتعرف تجاوبها باذن الله. جزء المقال ما ينفعش ان انت تسيبه ليله الامتحان عشان هتبقى بتجري حوالين نفسك وبتلف حوالين نفسك ان انت مش عارف تجمع الجمله، مش عارف الكلمه الفلانيه، ازاي اكتب الكلام ده. حاول ان انت تتدرب من دلوقتي. عندك قناتين برضو، مس مي مجدي كانت منزله فيديو ازاي تكتب مقال، وكمان مستر عواد صيام كاتب اكتر من مقال ومقالات فعلا طويله ويعني تحس ان انت متمكن جدا من المقال. فلو انت مستواك كويس اسمع مستر عواد صيام، لو انت يعني نص نص واول مره تكتب مقال وحاسس ان الموضوع صعب جدا عليك، لو انت سمعت يعني مستر عواد صيام ممكن تسمع مس مي مجدي. حسيت ان مستوى الكتابه بتاعت مس مي مجدي هي بتخاطب عقول الطلبه، طبعا هي عارفه الصح بس هي بتخاطب عقول الطلبه فبتجيب لك الدرجه السهله احنا عايزينه، فطالما الدرجه تتحسب يبقى خلاص ما فيهاش مشكله. بس انا بقول لك يعني لو انت حد فرود قوي مثلا وبتحب تسمع بقى الجمل اللي بجد، مستر عواد صيام كانت المقالات بتاعته حلوه جدا. ما تنسوش بقى تعملوا منشن لاياد. سلام.